توقيع هلال سوداني في الدقيقة 66. أيضا هناك كانت مشاركة لجابو في اللقطة وتمريرة ذكية أيضا من سفيان فغولي. إذا الشوط الثاني بدا لنا بأن هذا هو التحضير الحقيقي لمباراة بلجيكا، أن المنتخب لا يغامر وأن المنتخب يحاول من حين لآخر أن يعتمد على الهجمات المعاكسة، وهذا ما حدث وهدف لسوداني. يظهر لي المقابلة تاع اليوم خاصة الشوط الثاني كان أحسن بكثير من الشوط الأول وأحسن بكثير من المباراة الأولى. نعم. بالطبع المدرب بيكون عاود تراجع وما بين الشوطين أعطى تعليمات وقال باللي لازم نلعب اللعب الجزائري اللي هو المرتدات المعاكسة، وهذا ما فعلناه. يعني حنشوف الشوط الثاني ولا فرصة لمنتخب رومانيا ضد الدفاع الجزائري، وخلقنا عدة فرص سانحة للتسجيل ولكن للأسف ما استطعناش نسجلوا. على العموم نقول أن مقابلة الشوط الثاني كان مرضيا ولا بأس به تماما. نعم. إذن هو سيناريو المباراة أمام بلجيكا، وإن كانت بلجيكا بالحجم آخر لكن هذا هو السيناريو المنتظر. ربما تغييرات في محور الدفاع والمدافع الأيمن وربما هو طبعا كقراءة الشوط الثاني أو كقراءة لأفكار المدرب. هو الشوط الثاني غير حتى من تنظيم كامل الفريق، التنظيم التكتيكي، عدم الضغط العالي أبدا. الشوط الأول بدأ يعمل في الضغط العالي، كل ما نقصوا الكرة يبقوا اللاعبين ثم حتى نحاول نكسبوها مرة ثانية. الشوط الثاني حتى واحد بواحد المدرب حط في مخه انه يواجه في بلجيكا حتى ولو ما هو بنفس الحجم، ومنتخبنا سريع في الهجمات المعاكسه، اصبحنا نلعب على بين 45 الى 50 متر بس. وهذا حتى الاخطاء قلت، المساحات ولات قريبه بين اللاعبين، واحسن دليل يعني في مرتده مثل هذه يعني كان بامكاننا اقل شيء نطلع باربع اهداف يعني. لا. وفي نفس الشيء اللي كان يكون الاخ محمد فيما يخص يعني الخصم، يعني ما خلق لنا فرص كثيره. السبب وهو اننا تراجع الفريق وغلق كل المساحات. وحتى بالنسبه للخطا اللي كان موجود في الشوط الاول ما نتكلمش الا على العمق الدفاعي، حتى بالنسبه للوسط اللي كان مجاني كان وحده ما قادر يغطي كل المساحه اللي في الوسط. وهكذا يجب ان نلعب امام بلجيكا، وهذا هو الفكر اللي مشى. وحتى نزيد نضيف شيء اخر، حتى بالنسبه للتغييرات اللي قام بها، قاعد يفكر انه فايز 2-1 على بلجيكا كيف يحافظ على النتيجه. بدخل حليش مثلا، بدخول حليش، بدخول مثلا في يبدا فحاول انه حتى يدخل الفكر للاعبين اننا عايشين مباراة بلجيكا بالشكل ده. وهذا هو بالنسبة للفكر اللي كان يمشي به المدرب في الشوط الثاني. ومؤكد ربما هو أن جابو أيضا يبدو أنه كان يكون من اللاعبين الذين سيعول عليهم، لكن هذا محرز هو الذي أصبح المفاجأة. لا، محرز بالتأكيد يعني ضمن مكانته على حسب ما أظن. جابو راح يكون ربما جوكر في المنتخب. نقول باللي رياض محرز يعني ما عندوش صعوبات لا على الجهه اليمنى لا على الجهه اليسرى، قادر يلعب. ونقول باللي هذا مكسب للمنتخب الجزائري، لانه هذا اللاعب التحق مؤخرا يعني كثير مؤخرا بالمنتخب، ونتمنى له كل خير لانه عنده مستقبل ظاهر مع المنتخب الجزائري. روح عاليه بين اللاعبين، شاهدنا ابتسامات وعناقات تصافح. اكيد وهذه روح الجماعه، هذه روح الجماعه يعني انهم عايزين انهم يعني يقدموا كاس عالم، ما نقولوش استثنائيه لكن اقل شيء تكون احسن من الكاس العالم الثلاث اللي قدمناها من قبل. ما نقول احسن يعني فيما يخص نتائج، يعني على اساس ان نمر الدور الثاني، ولما لا لانه كل شيء ممكن. فلهذا نقول يعني ان الروح موجوده، حتى اللعب الجماعي موجود. فهذا هو يعني ان شاء الله ليس هناك بين اللاعبين، في بوادر ايجابيه بكل امان بدون شك. حتى بوادر من المهاجمين ربما اظهروا بانه بامكانهم ان يحققوا شيئا، يعني ان نسجل اهداف في كاس العالم. يعني متى لا نبقى ننتظر دائما نلعب من اجل التعادل، نلعب ندافع، ان نشارك فقط في كاس العالم. السوداني مثلا من بين اللاعبين الذين اليوم سجل هدف وكان يمكن يسجل اكثر. لا، خلقنا اليوم فرص. هي الاخضر كله في التنشيط تاع الهجومي. كيف هذا وسط الميدان راح يمول اللاعبين تاعنا. نشوف هنا كيف السوداني فغولي مذكور السوداني يعني بدون، لكن هنا كان هناك ضغط من
جابوا كان عمل ضغط على اللاعب الروماني، وحتى وين فغولي مد الكره وهلال العربي السوداني يعني قذف بدون ما يستنى يتمول بالكره وسجل على الطائر يعني على طول. وكانت عنده فرصه ثانيه لو ما روتش الكره كان ربع على الطائر كان يسجل الهدف الثاني. نفس اللقطه التي كانت في سليماني ايضا. حتى سليماني حتى سليماني ربما كان ما كانش قابل بالدخول تاع كان ان يكون احتياطي ولكن سليماني قناص الاهداف وعارفين باللي قادر يسجل في اي وقت. نعم. يعني هناك اقتناع الآن بأن المنتخب لديه إمكانات كبيرة إذن في طبعا من حيث التشكيل على الأقل، من حيث اللاعبون أيضا الذين يشكلون المنتخب ضاعت فرص كثيرة، لكن المباراة هذه يبدو أنها غير كافية. هي تحتاج إلى على الأقل مباراة أخرى. أكيد يحتاج إلى مباراة أخرى أكثر شيء، لأن على أساس باش على الأقل على الأقل يعني لأن نقول دائما نعاود نرجع للمباراة هذه. أن فكر المدرب اقتنع ليه في وين يعني حب يطبق فكر ومشى له. أنا بالنسبة لي أنه ما يكون خاسر في الشوط الأول. أقل شيء يكون فايز أو متقدم أو متعادل. علما يكون متعادل يغير كل الجانب التكتيك في الشوط الثاني، أنه يصبح يلعب بالمرتدات، يغلق كل المساحات، لأن يعني يعني لو ناخذ بين الشوط الأول والشوط الثاني الجانب التكتيكي مغاير جدا في مهارات كبيرة مثل ما نشاهد. فعلى أساس يعني بعد ما كنا لأن قاعد يفكر أن بلجيكا بالشكل هذا احنا نجيب هدف، تعادلنا في الشوط الأول، نحاول نتراجع في الشوط الثاني، نغلق كل المساحات، نعطي بالمرتدات، نلعب كرة قصيرة وسريعة، وهذا مكان ممكن خلقنا فرصتين أو ثلاثة. فأنا نقول أن فكر المدرب الجسد وان شاء الله يعني لان مو سهل انك يعني تخرج ب0-0 الشوط الاول او مثلا تكون متعادل او تكون فايز، لكن انا نقول ان الفكر اللي كان في هذا يعني نعم الفكر تاع المدرب تجسد من خلال المباراه هذه. حتى يعني كنا خايفين من جانب يعني اللياقه البدنيه، وكان كلام كثير ان يعني بعض اللاعبين اشتكوا او حتى لكن بالعكس تايدر وبن طالب عانى في هذه المباراه. لكن حتى ولو يعني اللاعبين يعني كان هناك حضور تاعهم موجود. حضورهم موجود داخل الملعب. تموقع اللاعبين ايضا كابتن، لاعبين كبار يعني استفادوا كثير من المدارس الاوروبيه، تكوين رائع لهؤلاء اللاعبين. ما ينقص فقط انهم لا يلعبوا مع بعض، وليس هناك خطه واضحه المعالم سيستم. لا هي بالطبع اللاعبين هذو ما عندهم تكوين اوروبي، يعني التكوين تاعهم في اعلى المستوى. نعم. قادرين يفكروا في ظرف زمان قصير، قادرين يصيبوا الحلول في ظرف زمان قصير، ولكن ما لعبوش بعضهم بعض. نعم. وخاصة ليس هناك انسجام. ليس هناك انسجام، وخاصة حتى في الأندية تاعهم ما لعبوش كثير يعني. للأسف ربما لو كان عندهم وقت لعب كثير كانوا يعملوا أكثر من هذا الشيء هذايا. واليوم نقول باللي المنتخب تاعنا أدى مباراة شوط ثاني. هذه اللقطة مثلا كان يمكن أن يرفع الكرة فوق الحارس أو بالزاوية البعيدة. نقص تركيز نظن الأخضر سليماني. نعم سليماني، لأن تعرف اللاعب لما يكون يلحق لهذه المنطقة ويلحق تعبان وما عندوش تركيز خلاص يضيع كل إمكانياته. سرع شوية، ولكن على العموم نقول باللي كل واحد يحب يسجل. كان يمكن ربما أن يركز أكثر. نعم. حتى في هذه اللقطة مثلا سليماني معروف بهذه الكرات العالية. طبعا سليماني هذا الكرات الهوائية ممتاز فيهم جدا. طبعا بالنسبة للقطة هذه ممكن يعني أنا نحطها في خانة التسرع، وإلا كان ممكن يجيب هدف يعني يضيف في رصيده هدف ثاني. نعم. وانا نقول على العموم يعني مباراة صراحة يعني مقبولة. نعم. خاصة جماعيا. نعم بالفعل. ويبقى سليماني هو هداف المنتخب، ونطير مباشرة إلى جنيف حيث زميل محمد الوضاحي. محمد مساء الخير. إذن ماذا لديك بعد نهاية المباراة؟ مرة أخرى المنتخب يفوز، وهذه المرة على رومانيا. نعم الأخضر مساء الخير مرة أخرى. إذن كما ذكرت الفوز كان مستحقا أداء ونتيجة، والجمهور الجزائري الذي حضر هذه المباراة كان متعطشا لرؤية منتخبه وأيضا مدلليه الذين سيطيرون بعد يومين إلى البرازيل بعد المباراة. الجماهير الجزائرية أو بعض الجماهير الجزائرية اقتحمت أرضية الميدان، الشرطة السويسرية في حالة تأهب، وبعد دقائق عدة من الاحتفال في أرضية الميدان الجماهير الجزائرية بدأت تغادر
الآن أرضية الميدان عائدة إلى المدرجات ثم الخروج من هذا الملعب تحت إجراءات أمنية مشددة وامتعاض أيضا أمني سويسري كثير من هذه التصرفات التي حدثت خلال المباراة وأيضا بعد المباراة. هذه المباراة التي حضرها المدرب فابيو كابيلو الذي اقتربنا منه خلال المواجهة وكان منغمسا في تحليل أداء المنتخب الجزائري بأوراقه الكثيرة وقلمه الذي لم يتوقف عن الكتابة طيلة المباراة واستغرب كثيرا قرار الحكم بتوقيف الشوط الأول وقال بالحرف بأن ما حدث لا يستدعي أبدا توقيف المباراة إذن اكتملت تحت أعين فابيو كابيلو هنا في جنيف. ننتظر الآن بعض ردود الفعل من المنتخب الجزائري وربما سيأتي إلينا المدرب وحيد خليلوزيتش في هذه اللحظات. على كل مسؤول الاتحاد وعدونا بأن ينقلوا لنا على الأقل أحد أفراد الطاقم الفني أو أحد اللاعبين. إذا سنعود إليك زميل محمد إذا حينما تجهز مع ضيوفك. إذا فوز وأيضا طريقة حتى الآن نستطيع أن نقول بأن المنتخب وجد على الأقل الآن حتى لا نقول 90 ربما نصبح الآن 95% كابتن محمد. يعني تشكيلة أصبحت واضحة لكن تخوف يبقى في الدفاع هزيل. والمفروض كابيلو موجود مع منتخبه الأخضر. مباراة مهمة هذه الجزائر. هو تعادل مع الجزائر عندما كان مدرب لإنجلترا يحسب ألف حساب للجزائر. لا حقيقة مباراة كانت مهمة باش لكابيلو. نقول الناخب الوطني ربما وجد التشكيلة المثالية ب 90%. المشكلة الدفاع. محور الدفاع هو المشكل. يعني في محور الدفاع وسط الميدان الاسترجاعي يعني هو محور 3 مدافعين في وسط الميدان هو المشكل. حتى اليوم بوغرا ما كانش في المستوى تاعو. كنت سأسألك لماذا بوغرا أساسي دائما ولماذا لا نلعب مثلا بليبيرو؟ هل نحتاج ليبيرو أمام هذه الثغرات الكبيرة الموجودة في الدفاع؟ هل عندنا ليبيرو يعني حليش ممكن؟ حليش يعني معروف كسوبر. حليش ولكن نقول حليش ينجم هو الحل لأنه عنده تجربة ورجع في البطولة البرتغالية. وسمير حليش لعب كاس عالم. أنت مصمم أنه سمير؟ لا أنا نعرف هذا الطفل اللاعب هذا لأنه تقصد رفيق. رفيق نتكلم على سمير الزاوي ربما. رفيق حليش نعرفه مليح كان يلعب في ملاحة حسن داي ثم انتقل البرتغال. عنده إمكانيات ونعرف باللي حركة مدافع لما يمسك المهاجم صعيب على المهاجم باش يعمل أي شيء أمامه. طبعا مرزقان وقندوز كابتن. إذا أين الحل في هذا الدفاع؟ كيف نجد الحل؟ والله شوف بالنسبة أول شيء نرجع للسؤال بالنسبة للليبرو يعني معليش هو طبعا في كرة القدم الحديثة ما فيش ليبرو اختفى خلاص لأن إذا يكون ليبرو بعد كم باور خلاص لو يكون ليبرو أكيد راح تكون مساحات بين الليبرو والمساك مثل ما يقولوا يعني الستوبر وهذه راح تكون مشكلة. لكن المشكلة اللي موجودة هي أكيد في مخ المدرب المنتخب هي واضحة جدا بالنسبة للعمق الدفاعي اللي مع بوغرا أو ممكن احنا نقول بوغرا دائما مع واحد لما لا يكون يعني غير. المشكلة أن من هو البديل وزايد أن بالنسبة للباك اليمين يعني الظهير اليمين الأيمن ثاني هذه تعتبر مشكلة يعني. لماذا يلعب ماندي يعني واحد مدافع أيمن يلعب سنوات مدافع أيمن اختصاصي مدافع أيمن لا يلعب ونأتي واحد يمكن أن يكون مدافع هو أيمن. طبعا هو قدم البديل راح يشوف البديل هل البديل هذا ممكن يعتمد عليه في المستقبل أو ما يعتمدش. شو رأيك؟ ورأيي أنا رأي شخصي كان ضايع اليوم ضايع بالنسبة لمصطفى طبعا. ما ننسى يعني قوة بلجيكا مع هازارد على الجانب يعني اليمين تاعنا الجانب اليسار تاعهم يعني مشكلة كبيرة. لهذه أنا بالنسبة للمدرب جرب شاف هل مصطفى هذا يعطي له حل أو ما يعطيلوش حل هل ممكن يكون هناك بديل أو ما يكونش بديل. وعلى هذا يعني حتى فكر المدرب طلب من يعني مصطفى ما تقدم حتى ماندي حتى في بالمباراة اللي مع أرمينيا ما كان يتقدم كثير ما كان يتقدم حافظ الدرس يعني. وعلى هذا أنا نقول يعني المشكلة الحين الهاجس الموضوع هو في العمق الدفاعي وما نقولش مين يشارك مع بوغرا مين يكون في العمق الدفاعي. متفائل كابتن أنت بالمنتخب؟ والله متفائل إن شاء الله. كابتن محمد قاسم سعيد إن شاء الله متفائل إن شاء الله كلنا متفائلون إن شاء الله. الشعب الجزائري كله متفائل. إن شاء الله. شاهدنا الجمهور كيف اقتحم الملعب كثير من المرات
وكانه أراد أن يشارك في هذه المباراة أيضا. شكرا كابتن قاسي سعيد. شكرا كابتن أيضا كابتن عبد العالي، شكرا جزيلا لك. شكرا. أنت مدرب أيضا هنا في قطر ومساعد لمدربي المنتخبات. شكرا لكم أنتم أيضا أعزائنا المشاهدين. سنلقاكم إن شاء الله في حلقة خاصة بالمنتخب الجزائري يوم 10 من هذا الشهر مباشرة من ريو دي جانيرو. فكونوا في الموعد، ونلقاكم أيضا بعد ذلك المباراة الأولى مع بلجيكا من أرضية الملعب. إلى اللقاء.